مساء الزفت على البهايم. طيب، هو المفروض الواحد ما يتكلمش في حاجة زي كده، او يعني بلاش نقول كده، خلينا نوضح بعض التفاصيل عشان في واحد اسمه سامح حنا، حاجة زي كده، ما علينا يعني. كان منزل ان هو راح اشتكى للقنصلية او للسفارة او لهيئة التأشيرات، ايا تسميها زي ما عايز تسميها، ان زيزو لاعب مخالف، وانه قدم على فيزا سياحة او حاجة شبيهة بكده، بس وجوده هيكون غير قانوني لانه على قائمة نادي الزمالك، بس راح يلعب مع الاهلي، وقصة كده دايرة. وطبعا يعني جماهير المختلط رايحين جايين وراه ويسقفوا له ويشجعوه ويلا بينا مش عارف ايه، وحسسني ان هو يعني الواد خلاص يعني حرر فلسطين يعني. طبعا مع كامل احترامي للاشخاص، بس انا بتكلم على الجزئيه دي. طيب، رقم واحد، بالنسبه لزيزو، موسم زيزو ينتهي رسميا مع الزمالك يوم 5 يونيو، خلاص هو نهائي الكاس اتحدد، ده رقم واحد. فيحق للنادي الاهلي تاني يوم مباشره يسجل زيزو على قائمه النادي الاهلي، وبالتالي يحق له المشاركه في كاس العالم للانديه. هتقول لي ازاي؟ اوضح اكتر، هوضح لك اكتر. رقم واحد، لانه اصبح لاعب فري. رقم اتنين، عقده انتهى. رقم تلاتة، الاهلي ماضي معاه عقود، فيحق له ان هو يسجله. رقم اربعة، ان في فترة تسجيل يعني زيادة او اضافية من الفيفا سمح بيها، اللي هي من 2 ل 10 يونيو، فبالتالي هو هيتسجل في الفترة دي. اتحاد الكرة نفسه ما يقدرش يلعب في الحتة دي او يعمل حاجة، لانه هيعرض نفسه لمشاكل مع الفيفا. وهنا ابو ريدة يعني اكيد فاهم حاجة زي كده، عشان كده هو حتى لم الدور وخلى الماتش يوم 5. دي جزئية. الجزئية التانية الخاصة بالفيزا. طبعا بخلاف او بصرف النظر عن الصورة اللي اتسربت ان هو مقدم على فيزا سياحة، هي دي مش، اولا دي مش صورة فيزا، دي صورة استمارة، اللي هي استمارة تقديم طلب. تمام، ده رقم واحد. ان هو مقدم على فيزا سياحة او غيره، اعتبره مقدم على فيزا سياحة، ده رقم واحد. ان هو طالع سياحة، ما هو يمكن الراجل يعني هيلعب كاس عالم وبعد كده هيتفسح هو واولاده ومراته، يعني ايه المشكلة؟ لكن بالنسبة لفيزا اللاعبين المحترفين او اللي هم رايحين يشاركوا في بطولات دولية، دي بتبقى فيزا اسمها بي مش عارف ايه كده، بي واحد تقريبا، او بي حاجة كده. فدي بيتم التقديم عليها كلاعب محترف رايح يقدم على ان هو هيلعب فعالية او مناسبة خاصة ببطولة عالمية او الفيفا. فده طبيعي ان هو يعني وخصوصا ان في كان زيارة من وفد من السفارة الامريكية للنادي الاهلي، فاكيد تم الاستفسار عن حالات زي كده. اكيد تم التنسيق مع السفارة والفيفا على كل الاوراق وكل المستندات، واللعيبة دي محتاجة ايه، وايه الورق المطلوب، وايه نوع الفيزا اللي تقدم عليها. يعني ما اعتقدش ان الاهلي هيقع في خطأ ساذج زي ده، ويروح يقدم على فيزا مختلفة للاعب، او اللاعب يقدم على حاجة مختلفة ويروح هناك في المطار يتوقف ويرجع تاني. وتم التنسيق مع السفارة، واكيد تم الاستفسار عن كل المتطلبات، والفيفا اكيد بتساعد، والفيفا اكيد يعني زودتهم بكل المعلومات. كان في ورش عمل والناس سافرت وحضرت وعملت كل الكلام ده. ف يعني انا مش فاهم ايه النوش المعمول وايه الهيصه وانتوا يا جماهير يعني المختلط اي حاجه كده راكبين عليها والسلام، وطالعين تحتفلوا وتهللوا وتزغرطوا وترفعوا بوستات وتشيروا شمال ويمين. ليه ده كله؟ انا مش فاهم. ما خلاص يا جماعه، لاعب كان عندك ومش عايز يكمل معاك وراح مضى في نادي تاني، خلاص بقى شيلوه من دماغكم يا جدعان. ما هو راح، ما خدتوا ناصر ماهر، حد اتكلم؟ حد جه جنبكم؟ رحتوا مضيتوا مع عبد الله السعيد، حد كلمكم؟ انا مش فاهم فيه ايه بصراحه يعني. ولا يشغلنا ولا يفرق معانا اللاعب. احنا الفرق بيننا وبينكم دايما، احنا بنشجع كيان وبنحب كيان وبنعظم كيان، والعظمه لله وحده.
لكن انتوا بتقلهوا اللعيبه لدرجه ان انتوا ما بتقدروش تستوعبوا او تتخيلوا ان اللعيب ده ماشي وسابكوا. حتى بن شرقي، يعني بن شرقي برضو شوف مش مشي وسابك وراح كام فريق ورجع راح الاهلي. ويوم ما مضى انتوا كان عندكم ازمه نفسيه وذبحه صدريه، واللي راح المستشفى واللي كان عايز ينتحر واللي نط من فوق كوبري، وده كله عشان ايه؟ عشان لعيب كان بيلعب عندك. خلاص لعيب لعب عندك محترف، عمل بطولات، خد فلوس، تقاضى اجر، وانت كنت بتحبه وبتعشقه، اتحرك خلاص، انسى، اقفل الصفحه واقلب على اللي بعدها. انتوا ليه دايما كده حاطين نفسكم في خانه المظلوم المجروح، اللي يعني نفسيته تعبانه، اللي حد يعني خانه، ومش عايز الواحد مش عايز يقول كلام ملوش لازمه يعني. خلاص اقفل الصفحه، انسى قصه زيزو. فزيزو سفره هيكون قانوني اكيد، سواء بفيزا سياحه او بفيزا بي 1 اللي هي بتاعت المشاركه في احتفالات عالميه. فانا مش فاهم ليه الاستمرار، وبعد كده نفضل بقى نخوض في اعراض ونخوض في ذمم ونشتمه رايح وجاي. عشان ايه ده كله؟ ده لعيب كوره يا جماعه. احنا ليه خلاص الكوره بقت جزء كبير جدا من حياتنا ومش قادرين نتخطى الحته دي؟ احنا بنشجع كورة عشان بنحبها، عشان بتلهينا، عشان بتنسينا، عشان دي فن، عشان حاجات كتير، مش عشان انها تكون سبب ان انا اموت ولا اخسر اهلي ولا اخسر نفسي ولا اخسر شغلي ولا اخش في ازمة نفسية ما اعرفش اطلع منها والكلام ده كله. فيعني شيلوا الحتة دي من دماغكم. زيزو هيسافر وهيتواجد في كأس العالم قانوني تماما. انما الشكوى اللي هو عملها دي وبيقول لك اصله اترد عليه واتقال له هيتم النظر، ما هو طبيعي هيتم النظر. ليه؟ لان الناس دي محترمة، الناس دي بتحترم المواطن وبتحترم البني ادم. لما حد بيبعت شكوى، انا كموظف خدمة عملاء بستلم شكوى منك في اي حاجة، في اي مكان في الدنيا، في اي شغل في الدنيا، طبيعي ان انا اقول لك هشوف شكوتك وهنظر فيها وهرد عليك. ده الطبيعي في اي مكان في الدنيا في خدمة عملاء، حتى لو جهة قانونية وجهة رسمية، عادي يعني. هبص عليها وهراجع التفاصيل والبيانات والاوراق والمستندات المقدمة وكل الكلام ده، وهقول لك خلاص وجوده سليم. بالنسبة للسفر نفسه كسياحة، ليه اوراق معينة، كعقد عمل، ان هو موجود في البلد دي وشغال، عنده رصيد في البنك يسمح له، غير مطلوب جنائيا، غير مطلوب دوليا، مش محطوط على قوائم حظر من السفر او الكلام ده كله. دي بالنسبة للسياحة بيبقى ليها متطلبات معينة، خلاص استوفى الشروط من حقه يسافر. انما التانية بتاعت الفيفا وبتاعت البطولات دي اللي هي بي واحد، دي ليها برضو متطلبات معينة، واكيد تم التنسيق مع الفيفا عليها، واكيد هياخدها اللاعب بمجرد ما عقده ينتهي ويتسجل على ذمة الاهلي. يعني هل انت متخيل ان هو كان هيروح بمنتهى الغباء والسذاجة وهيروح يقدم على فيزا بي واحد اللي هي الخاصة باللاعبين المحترفين عشان يسافر يلعب بطولة دولية وهو لسه على ذمة الزمالك؟ ساعتها كنت اقول لك صح، برافو عليك، انت ذكي، هو غلط والاهلي غلط واللاعب هيتحاسب. لكن اكيد الاهلي استفسر، واكيد اللاعب استفسر، واكيد الناس استفسرت ايه الصح وايه الغلط، وتقال لهم يعمل كذا وكذا وكذا. يعني الرحمه، ويعني شغلوا عقولكم يا جماعه. بلاش جوجل، في شات جي بي تي، اكتب اي حاجه انت عايزها هيرد عليك وهيقول لك ايه الصح وايه الغلط. يعني بلاش نشار كده ونلف نلف نلف وخلاص. لا، في يعني شغل ده، شغل ده، شغل داي، شغل داي، شغل داي ودور، ما تتعبوناش. كرهتونا في كل حاجه في الكوره بسببكم. ده انتوا نادي ايه ده؟